حكم تعليب 6 سنوات نافذة، مصادرة الأشياء المتحصلة، إغلاق القناة ديال مولينكس 10 سنوات. أقول لأولئك الذين كانوا يقسمون بالأيمان أن مولينكس سيغادر السجن وأن السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الفيديو هذا جا على غفلة مكنتش باغي نديرو، ولكن تلاحت المحاكمة ديال مولينكس اليوم دابا شوية. المهم هانتوما تفرجوا، متنساوش التعليق، كومونتير، تابوناو، لايكات الإخوان، طلعوا لاشين. يلا فرجة ممتعة. 6 سنوات نافذة، مصادرة الأشياء المتحصلة وغرامة مالية، كذلك قضات بقبول المطالب المدنية وبتعويض، وغرامة مالية كذلك قضات بقبول المطالب المدنية وبتعويض المطالب بالحق المدني ادم بن شقرون ب 100,000 درهم، واغلاق القناه ديال مولينكس 10 سنوات. وبالتالي فهذا الحكم راه عنوان الحقيقه، عنوان كبير. الحمد لله اليوم احنا جد سعداء بالقضاء المغربي. صراحة كانت محاكمة ماراثونية توفرت فيها جميع الضمانات لجميع الأطراف، طرح فيها مجموعة النقاشات القانونية. أول نقاش هو الموقع القانوني ديال الآدم، واش مطالب الحق المدني، واش مصرح، واش ضحية. من بعد انتقلنا لمناقشة القضية والبحث. توجهت مجموعة من الأسئلة لمولينكس، توجه من طرف النيابة العامة، من طرف الهيئة، من طرف دفاع المطالب بالحق المدني، دفاع المتهم. جاوب على بعضها، البعض الآخر ما كانش الجواب واضح. من بعد توجهتنا الكلمة، أوضحنا أن فعلا الجريمة مصدرة في حقه، لا سيما التجار في البشر ثابتة في حقه. أستشهد بقوله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل هماز مهين مشاء بنميم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد فعلها ربي، يعني قد جعلها ربي حقا. وبالتالي أقول لأولئك الذين كانوا يقسمون بالأيمان أن مولينكس سيغادر السجن وأن مولينكس سيحيي الليلة الخليعة بجوارهم وبين ظهرانهم يرقص بما يسمى بندير، لا بالبندير هذاك باش كيتحزموا والموزون. قالوها باللفظ وتحدوا خلية زيرو التفاهة، تحدوا الرجال الشرفاء وأرادوا أن يحولوا من الشذوذ الجنسي قيمة من قيم المجتمع. ألا أخزاهم الله، ألا لعنهم الله. لقد حاولوا أن يجعلوا من الشذوذ الجنسي ثقافة، حاولوا أن يطبعوا مع الفساد ومع التحريض على الدعارة، حاولوا أن يعاكسوا قيم المجتمع الرامية إلى التشبث بالأخلاق والقيم. وقالوا بأن رفعوا شعارا مزيف ضد كل الشرفاء: الحرية لمولينكس. واليوم أثبت القضاء كفاءته، وأثبت القضاء جديته، وأثبت القضاء أنه القانون هو الذي يطبق. هنا من أمام هذه المحكمة الشامخة السنافية طنجة أثبت قضاتها الشرفاء المحترمين أن القانون يطبق بشجاعة وجرأة، ولا يطبق بالبندير أو بالطريجة وبالتفاهات. اليوم تثبت محكمة السناب بطنجة أنها تنتصر للحقيقة وتنتصر للقيم وتنتصر لزيرو تفاهة التي تحملها قبعة 6 سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وتعويض مدني لفائدة الطفل الحدث الذي اعتبر ضحية ديال الاتجار في البشر.